عاملين ايه؟ عاملين 4 حتت لحمة هنعمل بيهم احسن طواجن ممكن تاكليها في حياتك وهتدعيلي. يلا اقولك انا عملت ايه بال4 حتت دول. بس قبل اي حاجة صلي على الحبيب قلبك يطيب، اعملي لايك، قوليلي رأيك في الكومنتات، ويلا بينا نسمي بالله. جبت حلة هحطها على النار، وطبعا قبل ما احطها على النار هنزل فيها بتوابلي. قطعت طماطمايه، عندك جزرايه حطي، عندك بصلايه حطي. كل انواع البهارات من حبهان، ورق لورا، ملح، فلفل. التوابل دي حلوه جدا وبتعلي التست في الشوربه. بما اني ما عنديش الكلام ده كله فانا هحط ملح وفلفل وكزبره وطماطمايه. ده المتاح عندي، زي ما قلت لك متاح عندك مش متاح برضو مشي نفسك بالموجود، ويلا بينا على عين البوتاجاز. صلي على الحبيب قلبك يطيب، لو لسه ما عملتليش اللايك اعملي لايك وقولي لي رايك في الكومنتات. وكمان فطرتوا ايه النهارده وبميزانيه قد ايه؟ خليكي امينه وصريحه. انا عملت ايه بقى؟ جبت بصلايه هقطعها، وهحاول تكون تقطيعه صغيره، مش هشغل الكبه على 4 حتت صراحه. وهقطعها. بس وانا بقطعها عايزه اقول لك على حاجه، لو عايزه تعرفي انا بجيب الافكار والوصفات دي منين، هنزل لك عندي تطبيق لينك في اول تعليق ان شاء الله يعجبك. بدون نت، اكلات سريعه اقتصاديه على قد الايد، وكمان في منه معجنات وحلويات ان شاء الله هيعجبك. جربيها، هسيبهولك في اول تعليق عندي. هنا قطعت قرن الفلفل مع البصلايه عشان بيدينا ريحه وتست عالي قوي، بالذات مع الباميه. والباميه بتاعتي انا مخرطاها كالعاده. وهتبل الكلام ده كله ملح وكزبره بما اننا بنعمل باميه، وفلفل اسود. ولو عندك ال7 بهارات حطي، ما عندكيش مشي نفسك زي ما انا عملت كده. وهديهم تشويحه، واول ما ريحتهم تطلع هنزل كمان بفص الثوم. الباميه بتحب الثوم، بتحب الكزبره، بتحب الفلفل سبايسي. جربي طريقتي دي واوعدك مش هتندمي. انا طبعا الباميه دي كنت مخزناها، واحنا بالنسبه لنا بنحب الباميه تكون متقطعه كده، هي مش ويكه، هي الباميه العاديه الصغيره الوسط. بس انا قسمت الباميه على 2، وبحط عليها قرن فلفل حامي وفص توم، وبحطهم على جنب لحد ما التومه تطلع ريحتها هي والبصلايه. عشان كده قلت لك انا بحط توم هنا وبحط توم هنا. يا دوب تشم ريحتهم تنزلي بيه الباميه والثوم وقرن الفلفل. وشمي انت وجيرانك في العماره الباميه وهي لسه ما اتعملتش، يا دوبت كل ده احنا بنسخن. صلي على الحبيب قلبك يطيب، لو لسه ما عملتيش اللايك اعملي اللايك. ده نص كيلو باميه، 4 حتت لحمه. كمان حتى التوابل ما كانتش متاحه كلها موجوده، مشيت نفسي بالموجود. كمان كنت عامله الطماطم ضربتها في الخلاط وتبلتها ملح فلفل 7 بهارات، وكانت ال7 بهارات اقل حاجه عندي. هنا الباميه كان فيها لسه قطع تلج، فانا ايه حطيتها في الحله بعد ما شوحتها مع البصل. اخر حاجه نزلت بيها الطماطم. جربي تشوحي الاكل قبل ما تحطي الطماطم هيعجبك. وادي ال4 حتت لحمه، واهم حاجه حته الدهنه دي عشان دي اللي هتديكي الشوربه. صلي على الحبيب قلبك يطيب، اوعي يحسك عينك تجيبي لحمه من غير ماسوره او حتى حته الدهن دي. لازم تحطي حاجه مع اللحمه عشان الشوربه بتاعتك تبقى حلوه. كمان كنت عامله معاها بتنجان مخلل، ولا احسن المطاعم. بالدقه اللي انا كنت مخزناها بالفريزر، عامله 4 برطمانات ب15 جنيه. وكان الفيديو عنوانه موجود على الصفحه، خزني لسنه قدام ب15 جنيه. عملت بقى طواجن الباميه اللي انت شايفاها القمر دي بال4 حتت. بص الشوربه اللهم بارك، شايفه وش الشوربه مع شويه بتنجان، وكمان كان في حتتين جلاش باللحمه المفرومه. وكان العصير جوافه باللبن، والعيش سخن. ولا تقولي لي رز ولا تقولي لي مكرونه. صلي على الحبيب قلبك يطيب، اطبخي حتى لو بحتتين. لو انت وجوزك لسه ربنا ما رضيكيش، بكره ربنا هيرضيكي. خلاص راح زمن ان احنا نعمل الكميات اللي احنا بنشوفها دي، نمشي على قد